سر يا قلم واكتب على بيض الأوراق سيرة عظيم القدر راعي المهابة اللي جمع بين المراجل والأخلاق والدين عنده ما يضيع جنابه والدين عنده ما يضيع جنابه أفنى زهور العمر في حزم ورفاق يعلم الطلاب فن الكتابة بالعلم شيد قصر زاهي بالإشراق قصر تعلى فوق هام السحابة قصر تعلى فوق هام السحابة سر يا قلم واكتب على بيض الأوراق سيرة عظيم القدر راعي المهابة. في 26 من الشهر العاشر لعام 1399 للهجرة بدأ الأستاذ ناصر عطيف خطواته الأولى في رحلته التعليمية معلما بمدرسة الدغارير الابتدائية بعد تخرجه من معهد المعلمين للمرحلة الابتدائية بمدينة صامتة. اللي جمع بين المراجل والأخلاق والدين وقد بدأ الأستاذ ناصر بن يحيى عطيف رحلته مع التعليم مستعينا بالله عز وجل في أشرف مهنة وأعظمها لتربية الأجيال وتعليمهم وإنارة عقولهم بنور العلم والمعرفة وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة. قصر زاهي بالإشراق قصر تعلى فوق هام السحاب. وخلال مسيرته التعليمية عشق الأستاذ ناصر بن يحيى عطيف العمل التعليمي وما يتعلق به من أنشطة تربوية ومسرحية، حيث أبدع في مجال النشاط المسرحي وساهم مع زملائه في اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب وتنميتها وتشجيعها، مما أسهم بفضل الله وتوفيقه في خلق جيل من الطلاب المبدعين الذين وجدوا كل رعاية ودعم واهتمام. مثل القمر في الليل كل ونظرا لتميزه وحرصه على العمل فقد عمل الأستاذ ناصر عطيف معلما فوكيلا ثم مديرا، وكان خلال تلك الأعمال مثالا في الإخلاص والتفاني وحب العمل وتقدير المسؤولية في ظل وجود نخبة من زملائه المبدعين. سيرة عظيم القدر راعي المهابة. ومع افتتاح الكلية المتوسطة بمنطقة جازان عاود الحنين الأستاذ ناصر بن يحيى عطيف ليعود إلى مقاعد الدراسة من جديد لإكمال متطلبات حصوله على شهادة البكالوريوس، وقد تحقق له ذلك بفضل الله وتوفيقه بحصوله في عام 1406 للهجرة على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. العلم زهرة شبابه. ويعتز الأستاذ ناصر بن يحيى عطيف برحلته التعليمية التي استمرت لأكثر من 37 عاما، وخاصة السنوات التي قضاها مربيا ومعلما لطلاب الصف الأول الابتدائي، حيث تألق وأبدع في تعامله وتعليمه لأبنائه في الصف الأول كمعلم قدير وأب يرجو لأبنائه الطلاب بداية موفقة في رحلتهم الأولى مع الحرف والكلمة في بداية مشوارهم التعليمي. لو شكا من صبابة المدرسة ويؤكد الأستاذ ناصر بن يحيى عطيف في حديثه عن التعليم أن سعادته البالغة وفرحته الكبيرة في التعليم تمثلت في رؤيته وسماعه لطلاب الصف الأول وهم يجيدون قراءة الكلمات ورسم الحرف، حيث يمثل ذلك بالنسبة له جيلا قادرا بمشيئة الله على مواصلة تعليمه بكل ثقة واقتدار. يضيع جنابه والدين عنده ما يضيع جنابه. يا الله يا معبود يا كان صاحب رسالة لا وظيفة تقليدية، وتمثل ذلك بحبه الدائم وإخلاصه وتفانيه في ذلك، فلقد كان المعلم القدير والمتمكن من مادته
المبدع في تعامله الرفيق بطلابه. فالأستاذ ناصر يعد هرم من أهرام التعليم، وكم أتمنى أن يبقى هذا الشخص أو يزودنا بأفكاره، فهو تقاعد من العمل، فيا حبذا أن تكتب هذه التجربة وتوزع للاستفادة منها. الأخ الزميل ناصر يحيى محمد عطيف زاملته لمدة 7 سنوات في مدرسة مختار الابتدائية، وكان زميلا وأخا ومساندا وسندا لي ولزملائه. يحق لمن تعامل معه أن يلقبه برجل المهمات الصعبة. كان عطاؤه متميزا، امتاز بالجد والاجتهاد والمثابرة في الدوام، واجتهاده كان سواء في الأعمال الإدارية أو في أعمال التعليم، وكان نعم المربي لطلابه. عرفته أبا ومربيا ومعلما، ثم زميلا فاضلا ل10 سنين، وفارسا من فرسان التربية والتعليم، فكان نعم المعين بعد الله لي، ووالله لن أنسى همسته التي ترجمت أفعالا، لن أنسى قولته: امضي يا بني وأنا معك، وابدأ بي قبل غيري إن قصرت، ولا تكن في حرج. من هذه الصفات التي تميز بها الأستاذ ناصر سعة البال وسعة الصدر والصبر وحنان الأبوة، فهو قد نجح بما لا يدع مجال الشك، ولعل طلابه الذين تبوأوا المناصب العليا في خدمة هذا الوطن يشهدون له بذلك. وأرى أن مما يميز الشيخ عن غيره أنه المعلم الوحيد الذي وجدت أن حصة واحدة لا تكفي لزيارته، وأن الضعيف من طلابه يعتبر ممتاز مقارنة بطلاب المدارس الأخرى، وأنه يعتبر السر في تميز طلاب مدرسة مختارة والمدارس التي عمل بها. عندما أتحدث عن الأستاذ ناصر وإنما أتحدث عن الجانب الإبداعي في الأستاذ ناصر، ولكن يستحيل أنني أوفي الجانب الإبداعي حقه، لأن الأستاذ ناصر مبدع في تعليمه، مبدع في تربيته قبل تعليمه، مبدع في النشاط، مبدع في التعامل، مبدع في التكامل مع زملائه. فالأستاذ ناصر مهما أقول ومهما يقول عنه غيري لن نوفي حقه، ولن يعجزنا الكلام، لأن الكلام في مثله يحلو ويعذب. وكما قلت في مستهل حديثي، شرف للإنسان أن يتحدث عن قامة سامقة بمثل الأستاذ ناصر يحيى عطيف. يا قلم واكتب على بيض الأوراق سيرة عظيم القدر راعي المهابة اللي جمع بين. والليلة وبعد 37 عاما من مسيرة مباركة حافلة بالعطاء والإنجاز والتميز، يودع الأستاذ ناصر بن يحيى عطيف العمل التعليمي بتقاعده المبكر الذي اختاره خاتمة لسنوات طويلة من الإبداع في حقل التربية والتعليم. وإذا كنا نودع في هذا المساء معلما قديرا ومربيا فاضلا وأبا حكيما، فإننا لا نملك إلا الدعاء له نظير كل حرف تعلمناه منه، وحرص تعهدنا به، ومحبة أبوية وجدناها في تعامله وتعليمه. والدين عنده ما يضيع جنابه، والدين عنده ما يضيع جنابه، حبه سرى بين الحنايا ولا حداك، مثل القمر في الليل كل سرابه، نهر العطاء بالخير والطيب دفاك، يروي عقول الجيل بارد شرابه، يروي عقول الجيل بارد شرابه. سير يا قلم واكتب على بيض الأوراق سيرة عظيم القدر راعي المهابة اللي جمع بين